القول النهائي والفيصل في امتى يظهر نبض الجنين، لان بتجيلي اسئله كتيره جدا، يعني 3/4 الاسئله بتاعتكم على نبض الجنين، وكل لما اكلم فيه برضو ترجعوا تسالوا تاني، تسالوني في الخاص انا في الاسبوع الكذا وامتى يظهر نبض الجنين، لان لحد دلوقتي ما سمعتوش. ده اخر كلام هقوله عن نبض الجنين، وبعد كده مش هتكلم تاني في الموضوع ده. الحقائق العلميه والاسرار المستخبيه. البدايه الحقيقيه بيبدا نبض الجنين يظهر من الاسبوع الخامس من الحمل، يعني من يوم 21 لليوم 23. بعد الاخصاب بيبقى انبوب رفيع جدا بينبض ويخفق في الجنين، لكن مش بنقدر نشوفه بالسونار، بيبقى لسه ضعيف جدا. بنبدا بقى نشوفه امتى في السونار؟ في السونار المهبلي بيبدا يظهر من الاسبوع الخامس، يعني بيبقى 5 اسابيع و5 ايام لحد 6 اسابيع بيبدا يبان النبض ده في السونار المهبلي. وفي السونار البطني بيبدا يبان من الاسبوع السابع. امتى بقى نبدا نقلق على عدم ظهور نبض الجنين؟ للاسبوع الثامن. لو الجنين وصل الاسبوع الثامن والنبض ما بانش، ما ظهرش، يبقى دي في مشكله. بس احنا مش بنعتمد على النبض بس، في قياسات تانية بناخد بيها. يعني احنا مش بنعتمد في السونار على عدد الاسابيع بس، بنعتمد كمان على قياسات الجنين نفسه. يعني لو جنين طوله 7 مللي او اكتر في السونار والنبض ما ظهرش، كده بنعتبرها ان هي حاله خساره حمل. لكن لو لقينا طوله اقل من 7 مللي ووصل للاسبوع الثامن، هنا في الحاله دي ممكن يكون تبويض متاخر، فبنقول للام تعالي بعد اسبوع او 10 ايام تاني نشوف بالسونار النبض ظهر ولا لا. تمام، النبض ظهر في السونار، هل في بعد كده خوف او خطوره للجنين؟ ايوه في. المعدل الطبيعي لنبض الجنين ضعف نبضنا احنا، يعني النبض بتاعه المفروض يكون من 120 ل 160. لو النبض قل عن كده، ده بيبقى مؤشر خطر لضعف الحمل واحتماليه التوقف النبض، فبنديها مثبتات في الوقت ده. ولو نبض الجنين لقيناه عالي اعلى من المعدل الطبيعي، يعني اعلى من 160 لحد 180، معنى كده ان في مشكله عند الام دي في الرحم، اما ان هي عندها عدوى في الرحم او عندها حمى او هو عنده نقص في الاكسجين الممتد ليه من الام، ولازم ندور على السبب ده. ده في الحاله العاديه لو انت رايحه تعملي سونار عادي ما عندكش اي مشكله. لكن في حاله لو انت رايحه صايمه او عندك هبوط في السكر، شيء طبيعي ان نبضه هيقل. ولو انت واخده سكريات كتير وشاربه عصاير كتير قبل ما تروحي تعملي السونار، برضو النبض بتاعه هيعلى، فهو مش ثابت طول اليوم على ثبات واحد. ساعات وانت بيوريك الدكتور النبض بتاعه على السونار، بتلاقي النبض بيمشي كده وفي مره واحده بتلاقيه اختفى او عمل زي طواف كده. ده ما تقلقيش منه، ده بيبقى في الاسابيع الاولانيه بيبقى طبيعي جدا، لان الضفيره الكهربيه بتاعه القلب لسه ما اكتملتش. لكن بعد لما بينمو وبيكبر بيبقى طبيعي جدا. حاجه اخيره، الدوبلر خطير جدا على الجنين قبل الاسبوع العاشر، لانه بيولد طاقه حراريه بتضر بقلب الجنين. كده عندك مرجع